بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين كده هنعمل البطاطس المقرمشة. هنعملها بطريقة جميلة إن شاء الله تعجبكم، سهلة وبسيطة جدا، بس بتخلي طعم البطاطس حاجة تانية والشكل كمان. هنبدأ أول حاجة هنقشر البطاطس. بنجيب البطاطس طبعا اللي هي تكون بتاعة التحمير، زي ما احنا عارفين في بطاطس بتاعة التحمير وبطاطس بتاعة طبيخ اللي هي بتنزل الزيت دي تحمر قبل ما تستوي. بس كده هبدأ اقطعها. طبعا دي مية الغسيل هفضيها وبعد كده طبعا انا بقطعها بالشكل ده عشان انجز بس في الوقت. بس هغسلهم ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما غسلتهم بجيب مية ساقعة وبغطي البطاطس بيها كده، وبجيب معلقة ملح وربع كوباية خل. بس كده بنقلب الملح، بندوب الملح وهنسيبهم ربع ساعة كده ونرجع نكمل ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما سبت البطاطس في المية بجيب 4 معالق نشا ومعلقة بيكنج باودر وبقلبهم على بعض كده. طبعا لو احتاجنا نشا تاني بنضيف. بس كده. ودلوقتي بنطلع البطاطس من المية ونصفيها كويس. ودلوقتي بنطلع البطاطس بنصفيها طبعا من المية. احنا لسه كمان هننشفها خالص، يعني لو عندك مناديل مطبخ او فوطة مطبخ نظيفة زي ما انا هعمل دلوقتي. وبجيب فوطة المطبخ زي ما قلت لكم تكون نظيفة كده طبعا. وبعد ما تتصفى البطاطس بنشفها، لازم انشفها من المية كويس خالص. بس كده اهي ما فيهاش ميه زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى بجيب النشا والبيكنج باودر وبنقلب فيها البطاطس. المهم نغلفها بالنشا. دلوقتي هنفضيهم في البولة دي كده عشان اعرف اقلبهم كويس. بس كده نغلف البطاطس بالنشا. وهنزل التانيين وهنزل اللي فاضلين دول كده. نقلبها بقى بايدي كده لان المعلقه مش نافعه، فهي احسن حاجه ان احنا نشتغل بايدينا كده. بسم الله ما شاء الله. بس كده هنسخن بقى الزيت بتاعنا ونبدا نحمر. احنا مش عايزينه سخن قوي
عشان ما تنزلش تتحرق وتفضل نية. فاحنا عايزينه ايه يكون يا دوبك سخن كده الزيت. بسم الله. وما بنقلبهاش برضو باستمرار لحد ما تاخد ايه لون كده. زي ما احنا شايفين هي بدأت تاخد لون. والصوت كمان بقى مقرمش اهو. احنا ايه هنقلبها، دول لزقوا في بعض مش مشكلة يعني. بس خلاص كده اخدت اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. بصوا البطاطسية اتنفخت ازاي، بسم الله ما شاء الله. هبدأ اخرجهم نصفيها كويس اهي. وهكملهم بنفس الشكل اللي عملناه ده. ما بنحطش كتير زي ما قلت عشان بتلزق في بعضها جامد. فاحنا ايه بننزلهم واحده واحده كده. احنا ايه بننزلهم وحدات كده اهي. ده ايه عايزه عيش سوري كده وتبقى احلى سندوتش بطاطس. زي ما احنا شايفين اهم بالواحده كده، ما بكترش. هكملهم بنفس الشكل ده كده وارجع لكم ان شاء الله. وبكده نكون انتهينا من عمل البطاطس المقرمشة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.